السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناتي مطبخ منا. القناة بتقدم حيل وأفكار هتفيدك في حياتك ومطبخك. بس ياريت لو هتستفيدي من الفيديو ياريت تحط اللايك والاشتراك وتشير الفيديو عشان كل حبايبك يستفادوا. ب2 جنيه وقشر بيض بجد فاتك عمرك كله انك معرفتيش الفكرة دي. هقولك على فكرة حلوة جدا هتستفادي منها في مطبخك وفي التنظيف، ومش هتكلفك لا وقت ولا فلوس ولا مجهود، وهتخلصك من أكبر مشكلة بتواجهك في مطبخك. بجد فكرة حلوة جدا وفظيعة. يلا بقى نبدأ بأول فكرة معايا. الفكرة دي حلوة اوي في التنظيف، هقولك هتستخدميها ازاي. هاتي قشر البيض وهاتي كيسة، وبعد كده افرمي قشر البيض كويس جدا زي ما هتشوفي دلوقتي. ممكن تعملي الخطوة دي في الكبة. المهم ان انت تحوليه البودر معاكي زي ما هوريكي دلوقتي حالا. تمام، انا جبته وحطيته في الكيسة كده، وبدأت ان انا اكسره بايدي وكمان بالهون. المهم ان انت تحوليه لفتافيت او بودر بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام، وبعد كده هجيب طبق وهنزل عليه بقشر البيض اللي احنا عملناه. بعد كده هشيل القشرة البيضة اللي كانت موجودة في البيض. طبعا البيض ده انا غسلاه كويس جدا ومنشفاه من المية. تمام، لازم تكوني غسلاه كويس جدا. خلاص، بعد ما خلصت قشر البيض وفتفته بالشكل ده كده، هنجيب بقى ال2 جنيه وهنحطهم في الطبق بالشكل ده، وهحط عليه كمان معلقة من البيكنج باودر، وعليهم كمان شوية من الخل بمقام كده ربع كوباية من الخل. المهم يحدث الفوران اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده. انا عايزة الفوران ده، الفوران ده هو اللي هيفور لي المعالق وهيرجعها لي جديدة كأنك لسه شاريها. هنزل عليهم بشوية من المية السخنة، وبعد كده هتجيبي كل معالقك اللي قدمت واللي عليها صدى، ممكن مقصات سكاكين عليها صدى عايزة تتخلصي منها. بجد الفكرة دي حلوة جدا. قشر البيض فظيع في التنظيف، وكمان لما تضربيه في الكبة اي شوائب او اي حاجة موجودة في السكاكين بتاعة الكبة هتشيلها ومش هيكون موجود فيها اي حاجة. بجد هتفور لي المعالق دلوقتي وهترجعها لك كأنها جديدة. بصي الشوكة دلوقتي هوريها لك ان انا لسه حطاها يا دوبك قلبتها كده في المية. بصي شكلها بعد ما مسحتها بايدي، بصي اللمعان اللي فيها. بجد فكرة بجد حلوة جدا انك تحطي قشر البيض ومعاها الفضة دي، بتساعد في التنظيف وازالة الصدى اللي موجود في المقصات. بجد حلوة جدا. او المعالق، هاتي كل الحاجات اللي عندك اللي انتي عايزة تتخلصي من الصدى وتلمعيها وتستخدميها في الفكرة دي. هتسيبيها بقى نص ساعة كده ولا حاجة في المية دي، وبعد كده هتبدأي تجيبي المعالق وتغسليها كويس جدا بالاسبونجة والصابون كويس جدا على الحوض. طبعا علشان البيض مع اني انا غسلاه، بس برضو علشان الزفارة والكلام ده لازم تغسلي المعالق كويس جدا. وهتشوفي بقى لمعة المعلقة. بصي شايفة المعلقة بعد ما سبتها نص ساعة؟ بصي شايفاها؟ بجد اللمعة اللي موجودة في المعالق والشوك فظيعة. بجد بتقضي على الدهون وممكن ترجع لك المعلقة جديدة كأنك لسه شاريها. المعالق دي بقالها عندي 5 سنين في الاستخدام طبعا، كنتوا شايفين شكلها قبل وبعد. بجد حلوة جدا الفكرة، جربوها. ما تنسونيش في اللايك لو عجبتكم الفكرة والاشتراك. يلا بينا بالفكرة اللي بعد كده. لو بتسلقي البيض بتحسي فيه بريحة زفارة كده، فهقولك على فكرة حلوة جدا. لما تعوزي تسلقي بيض مثلا الأولاد الصبح هما رايحين المدرسة، اسلقيه من بالليل. تمام، وبعد كده ارمي المية بتاعته وابدأي ان انت تحطي مية جديدة وحطي معاه نص ليمونة. اول ما هتصحي الصبح وتيجي تقشريها عمرك ما هتلاقي ريحة للبيض ظهرت نهائي بعد ما حطيتي معاها النص ليمونة ده. بس لازم زي ما قلتلك ان انت تغيري المية اللي انت سلقتي فيها وتحطي مية جديدة، وبعد كده تحطي النص ليمونة. لو عملت الفكرة دي في الشتاء ما تحطهاش في التلاجة، ولو عملتيها في الصيف حطيه في التلاجة علشان ما يزفرش معاكي. تجربة بجد ناجحة 100%. عندك حبة صابون صغيرين عايزة تزوديهم او الصابون بتاعك ما بيرغيش، فالفكرة دي حلوة قوي. هتجيبي شوية من السكر وهتحطيهم على شوية الصابون الصغيرين اللي عندك، وبعد كده هتجيبي نص كوباية من المية وتبدأي بالاسبونجة او حتى بالسلكة زي ما انا عملتها كده، وان انتي تخلي الصابون يختلط مع شوية السكر اللي احنا حطيناهم عليهم. هيعمل لك رغوة بجد، هيضعف لك شوية الصابون اللي انت حطيتيه. بصي هتشوفي النتيجة بعينك. بصي طول ما انا بعمل هتلاقي الصابون بقى بيراغي جدا، مع ان الصابون ده عندي ما كانش بيراغي خالص. بعد ما جبته ما لقيتوش بيراغي، عملته بالطريقة دي. بصي كمية الرغوة اللي طلعت من الصابون، بجد مش قادرة اقفل الفيديو من جميله. بصي شايفة
فكرته حلوة جدا، حبة سكر صغيرين جدا. السكر بيساعد على ان الصابون يعمل رغوة زي ما انت شايفة كده. لو عندك بقى حبة صابون صغيرين وعايزة تضاعف الكمية، اعملي الفكرة دي بجد حلوة جدا. ويلا اغسلي مواعينك لو عندك حبة صغيرين. هوريكي برضو الرغوة بعينك دلوقتي، بس شايفة؟ بس الرغوة بجد حلوة جدا الفكرة دي. لو استفدتي بقى من الفيديو ولسه مستمرة معايا في المشاهدة، حط اللايك بقى وصلوا على النبي في الكومنتات، واذكريني بدعوة حلوة منك على الفكرة الحلوة دي. بجد فكرة حلوة جدا اللي لسه شغالة فيها. وبصي كمية الرغوة اللي في ايدي حلوة قوي. يلا بينا ندخل على الفكرة اللي بعد كده. بجد الفيديو مليان افكار حلوة جدا هتفيدك في حياتك اليومية وفي مطبخك. يلا بينا. زي ما قلتلك حط الخل على الفحم وانتي هتنزلي من عمرك 10 سنين. فكرة بجد معجزة وحلوة جدا وسهلة وبسيطة. هتجيبي شوية من الفحم، هتنزلي عليهم بالمدق زي ما انت شايفة كده لغاية ما يبقى بودر. هتصفيه طبعا بالمصفى عشان يبقى بودر بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده هتجيبي شوية من الزيت الزيتون في اي طاسة قديمة على النار. وبعد كده بعد زيت الزيتون ما يسخن هتنزلي عليه بشوية من الفحم اللي احنا دقيناه ده وعملناه بالمصفى. خدنا بس البودر منه. هتقلبيه كويس مع زيت الزيتون. وكمان هتضيفي عليه كمان مكون. هتجيبي الحنة البلدي اللي هي عند العطار. تمام. هتشوفيها دلوقتي انا هضيف عليها الحنة. هضيف عليها قيمة معلقة او معلقتين من الحنة البلدي على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. تمام. لو عاملة كمية مثلا كبيرة زي اللي انا عاملاها دي، يبقى هتعملي معلقتين من الحنة البلدي. وبعد كده هتقلبيها كويس مع زيت الزيتون والفحم. وهتقفلي النار عليها وهتبداي ان انت تقلبي كده كل ده على نار هادية. وكمان هضيف عليها المكون الاخير وهو الخل. زي ما قلتلك الخل حلو جدا، بيقضي على القشر اللي موجودة في الشعر، وكمان هيثبت لك اللون الاسمر. هتبداي ان انت تقلبي كده كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. هحطها لك في طبق دلوقتي علشان اوريلك النتيجه بجد حلوه قوي. قلبتهم كويس والنار دلوقتي مطفيه خلاص. الخليط ده بعد كده هطفي عليه النار زي ما قلتلك وهنقله في طبق تاني وهسيبه يخمر لمده ساعتين. بعد ما يخمر لمده ساعتين هتبداي بقى ان انت تجيبيه وتحطيه على شعرك. الخليط ده بيمنع الاحتكاكات اللي موجودة في الشعر، وكمان بيقضي على القشرة بسبب الخل اللي احنا حطيناه. الخليط ده كمان من غير اي مواد كيماوية ولا تصبغات. انتي عملتي كنز في بيتك من شوية فحم. عملتي كمان صبغة لشعرك بتقضي على الشيب والشعر الابيض. بتدهني بيها شعرك مرتين في الشهر وحلوة جدا وكمان مفيدة لشعرك وبتنعم الشعر. الحنة البلدي بجد فوائدها كتيرة جدا، ابحثي عنها لو ما تعرفيهاش. مفيدة جدا للشعر. يلا بقى لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. وقولي رأيكم في الفيديوهات واستفدتي من اي فكرة. وهتوحشوني جدا. مع السلامة.